رمضان كريم. السلام، تكونوا على خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. انا اليوم جيت نحضر معكم رغيفات معمولين بواحد الحشوه خطيره والملويات بالزيتون والجبن والزعتر وسلطات بين الخضر والفواكه وواحد التحليه لا يعلى عليها زوينه بزاف. وخليكم معايا في الفيديو باش ندوزو مقادير وطريقه التحضير. عندنا هنايا الحشوه بصله وحده كبيره، عندنا هنايا الفلفله مقطعه، عندنا هنايا التحميره، الابزار، الكركم، هنا الثومه، الملحه، التوابل ديال الحوت والليمون مقطع رقيق وغيكون ليمون مرقد. غندوزو لطريقه التحضير. غنجيب واحد المقلاة غندير فيها البصله. انا هنا بديت بالحشوه باش نخليها تبرد عاد نعجن العجينه. غادي نضيف عليها الثومه كيف ما كتشوفوا معايا محكوكه. صافي كنخلطوا العناصر مع بعضياتها حتى كتنسجم وكيتقلاو، يعني كيتقلاو شويه مع بعضياتهم. هيدايا كنضيف هنايا الفلفله حمراء، هما عشان كنخلطوهم مع هذاك الثومه والبصله بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. دائما تكون النار متوسطه. دابا ندوزو للتوابل. عندي هنايا الملحه، هنايا كيف ما قلت لكم قبيله التوابل الدجاج، عندنا هنايا الابزار، توابل الحوت عفوا، عندنا الابزار، التحميره، وعندنا هنايا الكركم، قلت لكم درنا الملحه، توابل الحوت والتحميره والكركم والابزار، وعندنا هنايا راس معلقه ديال الحار الهريسه. هذه اختياريه اللي كيبغيها يديرها كاضافه، ماشي ضروري. ونغطيو عليه هادشي ونخليوه يتشحر مع بعضياته على بوطه مهيله كيف ما قلت لكم. هنا من بعد ما تشحر لي صافي طفيت البوطه وضفت هنا الليمون المرقد اللي عندي مقطع رقيق صافي. وغادي نخلط كلشي مع بعضياته ونخلي الحشوه جانبا تبرد. دابا غندوزو للعجينه. عندي 2 زلايف ديال الفرص وزلافه ديال الفينو ومعلقه صغيره د الخميره د الحلويات. عندي هنايا الملحه. كنخلطوا جميع العناصر مع بعضياتها ومن بعد كنجمعوا هادشي بماء دافي ومن بعد كنخليو هاد العجينه كتدلك. ما عندكمش الدلاك، ما عندكمش العجانه، نتوما دلكوها بيدكم، يعني دغيا كطلع معنا. من بعد ما كتدلك لي كندير شويه الزيت في يدي وكنبدا نخدم في العجين بهذه الطريقه هذه. صافي غادي نغطيها ببلاستيكه والسيربيته حطها جانبا ترتاح. وهنا من بعد ما ارتاحت لي العجينه كيف ما كتشوفوا معايا كنعمل شويه زيت الزيتون في يدي وكنبدا نقطعها كويرات بالنسبه للحجم اللي بغيتوه نتوما. صافي نستمر هيدا غادي نقطعهم كاملين. هنا من بعد ما قطعتهم كاملين كندهن لهم الوجه ديالهم بزيت الزيتون كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نغطيهم بواحد البلاستيكه هيدا. صافي نحطهم يرتاحوا جانبا. من بعد ما ارتاحت لي العجينه ديالي وطاتني الطول، دابا غادي ندوز نطلق بها فوق اللورنيه. غادي نعمل شويه زيت الزيتون غادي نطلق في العجين ديالي تكون رقيقه. صافي غادي نبدا نتني الرغيفه ديالي بهذه الطريقه هيدايا وغادي نعمل الحشوه كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. كنظن ان الفيديو راه واضح ومشروح باين. كنبدا نشكل الرغيفه ديالي عاديه. صافي وغادي نستمر هيدا حتى غادي نكمل الرغيف ديالي كاملين. هانتوما كتشوفوا الرغيفه هنايا. نعاود معكم وحده اخرى كنطلقها عاوتاني تكون رقيقه والجوانب حتى هما دائما استعانه
زيت الزيتون حتى كنرشوها بالزيت. كنعملوا الحشوه ديالنا بهذه الطريقه هذه. بالنسبه انايا العجينه ديال الرغيفات غنخرج منها جوج انواع، يعني غنعمل رغيفات هدايا بهذه الحشوه اللي حضرت معكم، وغادي نعمل معكم ملويات بالزيتون والجبن والزعتر. دابا غادي نكمل نتمر الرغايف، غادي ندوز نعدل الحشوه ديال الملويات. عندي هنا الزيتون كحل بالعظام، كندير شويه الملح والثومه بودره، وكنعمل الصح بهذه الطريقه هذه، وواحد المعلقه ديال الجبن. وشويه الهريسه كيف ما قلت لكم قبيله، هريسه اختياريه، من بعد كنهشيوها في الهشوار بهذه الطريقه هذه. دابا غادي ندوز نطلق الملاوي ديالي، دائما باستعانه الزيت فوق اللورنيه كيف ما كتشوفوا معايا، وكنطلقوهم رقيقين. وهاد الملاوي اللي غادي نورقوهم غير بالزيت البلديه بلا زبده، وكيف ما شفتوا معايا في بدايه الفيديو كيجيو مورقين. غادي نشد شويه من داك الخليط اللي حضرت معاكم، وغادي ندهنو فوق العجين. صافي غادي نبدا نثنيهم بهذه الطريقه هيدا، ومن بعد غادي نبدا نلوي الملاوي ديالي. وغادي نحطها جانبا. هنا غادي نبدا نطيب في الرغايف الشكل الاولاني مربع اللي وجدت معكم. عندي المقله هنايا سخونه، كنبدا نقرص اول رغافه وغادي نحطها طيب. دائما بحضر شيشه ديال الزيت، في استعانه دار شيشه ديال الزيت. المهم ملي كنحط الرغافه ديالنا كنبقاو غير واحد شويه وكنقلبوها كيف ما كتشوفوا. عاود كنرشوا شويه الزيت وكنقلبوها، كنبقاو معاها هيدا حتى كتحمر. والصيد الرغايف باش يجيوكم مزيانين هما خصهم يكونوا مدلوكين مزيان، والعجينه تكون مرتاحه، لان ملي كتبدا طيب في الرغيف ديالك كيبدا يتنفخوا هذوك بانهم على دليل انهم راه ناجحين وكيجيو من داخل مورقين وخاويين. كنبقى هيدا وانا كنقلب وكنرش شويه الزيت حتى كيتحمروا. غندير عاوتاني واحد الرغافه الثانيه كيف ما كتشوفوا معايا، حتى هي عاود نفس الطريقه اللي عملت مع الرغافه الاولى. هانتوما كتشوفونا كيفاش بقاو كيتنفخوا لي. دابا غندوز الملويات ديالي اللي حضرت معاكم بالزيتون والجبن، غادي نبدا نطيب فيهم حتى هما نفس الطريقه، نبقى نقلب فيهم ودائما باستعانه برشاشه الزيت. والملاوي قد ما حنا كنبداو نقلبوا فيهم وكنعاودوا نقلبوا كيجيونا مورقين وكيتحلوا راسهم كما كتشوفوا. هنايا كيجيو محمرين ومزيونين. انا غنجي نوريكم هنايا التوريق هاد الملاوي اللي جاو كي دايرين، والرغايف شوف كيف جاو. يا سلام عاد جاو بنينين بزاف، انا متاكده ما غاديش تشبعوا منهم. ودابا غندوزو نعدلو واحد التحليه. عندي هنا 3 المعالق ديال السكر وساشيه فاني، و3 المعالق ديال المايزينا اي نشا الذره، عندنا هنا نصف لتر حليب، وعندنا هنايا الفريز واحد 250 غرام د الفريز، وعندنا هنايا الجبن واحد المعلقه كبيره، وعندنا هنا دانون ياغورت طبيعي. غندوزو لطريقه التحضير. غنجيب الكاسرونه غندير فيها داك نصف لتر حليب، غنضيف عليها ساشيه ديال الفانيلا والسكر اللي قلت لكم 3 المعالق، والنشا 3 المعالق. بالنسبه للتحليه كتجي كريميه، كتعرفوا شنو كريميه شنو نقول لكم، كتجي فنه بحال شي يوغورت بحال الفريز، كتجي غزاله. انا كنحطها فوق البوطه وانا مع التحريك المستمر حتى كيولد لي الخليط ديالو كيبدا يغلي وكيعقد. ما خصناش نوقفوا يدنا باش هذاك الخليط ديالنا ما يتكورش حيت فيه نشا الذره.
هانتوما كتشوفوا القوام اللي خصنا نحصلوا عليه. هنا من بعد ما برد لي الخليط شويه، ما بقاش يسخن، حطيته في طاز المولينكس كيف ما كتشوفوا معايا. ملي كنكب الخليط ديالي في وسط المولينكس، كنعمل هنايا داك معلقه د الجبن وواحد اليوغورت طبيعي بدون سكر، وعندنا هنايا الفريز. وفي الفيديو السابق شحال من وحده صيفطت لي في الانستغرام وقالت لي انا جربت داك التحليه وعجبتني بزاف كنقول لكم بالصحه والراحه، وانا كيعجبني الحال ملي كتبداو تجربوا الوصفات ديالي وكتقولوهم لي في الانستغرام. صافي من بعد كنبدا نطحن كلشي مع بعضياته، كنكب في الكيسان. نتوما كتشوفوا نص لتر الحليب راه خرج ليا 6 الكيسان. هنايا كنعمل كيبردو كنعمل واحد الطبق اخرى. هنا كنجيب واحد شويه الفريز، كندير عليه واحد 4 كاس ديال الماء اولا ثلث الكاس د الماء، وكندير عليه هنايا الفانيلا فلان ديال فاني، وكندير وهذا هنا انا وكنديرو فوق البوطه. انا هنايا كان عندي الفريز في المجمد وكان عندي ديجا فيه السكر، داكشي علاش ما عملتش فيه السكر. نتوما ما عندكمش فيه السكر ديروا فيه شويه السكر وقطيره د الماء وفلان ديال الفاني، وكنحطوه فوق البوطه مع التحريك المستمر حتى كيطلق راسو، كتنسجم من العناصر. من بعد كنحطو في الميكسور وكنميكسي داك الخليط الفريز مع الفلان مزيان مزيان، وغيولي عندنا واحد الخليط ليس، يعني ما يبقاش فيه داك الحبيبات ديال الفخاز. طبيعة الحال التحليه خصها تكون هنا بارده. انا كانت عندي في النبيره في الثلاجه عاد خرجتها باش نكب عليها الخليط فوق وجهها ديال هاد الفخاز اللي حضرت معكم بهاد الطريقه هذه. بالنسبه لهاد التحليه والله العظيم اللي كتجي بنينه بنينه وكريميه، جربوها على حسابي. وانتما كتشوفوها سهله، وهذا هو وقت الفريز دابا. يعني اي فاكهه خصنا نستغلوها في الموسم ديالها. صافي هنا غادي نخليوهم يبردوا شويه، عاد ندخلهم النبيره الثلاجه. دابا غادي ندوز نحضر معكم واحد السلطه كتجي غزاله ومنيشه ومغذيه في نفس الوقت. كيف ما كتشوفوا معايا عندي هنايا الخس، كيف ما كتشوفوا كنقطعو هيدايا بالموس. عندي هنايا واحد الخزيوه وحده حكيسه في الحكاكه الغليظه كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبه للسلطه اللي كيعجبو الميلونج بين الحلاوه والملوحه كتجي رائعه رائعه رائعه. كنجيبو هنا الخيار حتى هو كنقطعوه عاود مكعبات بهذه الطريقه هذه. مطيشه حتى هي عاوتاني كتقطع مكعبات بحال هيدا. هنا عندي التفاح. بالنسبه للفواكه اللي عندكم في الدار كتعملوها، عندكم التفاح، عندكم الاجاص، عندكم المونغ، عندكم افوكا، عندكم اللي عندكم كتعملوه، عندكم الفريز اللي عندكم، بانان حتى هو. المهم هذا كيكون معجيز بين الخضر والفواكه. عندنا هنايا الفريز حتى هو كنقطعوه حتى هو مربعات كيف ما كتشوفوا معايا. بغيتو ديروا معاها الثوم، بغيتو ديروا معاها صدر الدجاج شويه هدايا مصوطي، اللي بغيتو. عندنا البنان حتى هو غادي نقطعوه بهذه الطريقه هذه دوائر، وغادي نبدا نوزعوه في الاطباق ديالي.
وهنا عندي الميس اي الذره، هذه اختياريه، بغيتو تعملوها ما بغيتوش تعملوها ما تعملوهاش، ولكن حتى هي كتجي مزيونه. انا قلت لكم اللي عندكم في الدار كتعملوا. عندنا هنايا الزبيب، بغيتو ديروا الكركاع، ديروا اللوز، ديروا اكاجو، اللي عندكم في الدار كديروه من الفواكه الجافه. وفي الاخير غادي ندير عليهم خويطات العسل بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. وهادو هما الاطباق اللي حضرت معكم اليوم. كيف ما كتشوف معايا عندي هنايا التحليه اللي كتجي كريميه ما تشبعوش منها، الطبق ديال الشلاضه اللي حضرت معكم، ها هو كيف ما كتشوفوا كيفاش كيجي. وهادو هما الرغيفات اللي عمرتهم معكم، وهاد الحشوه كتجي خطيره. انا متاكده غادي تجربوهم وما غاديش تستغنوا عليهم. وهادو هما المليويات اللي حضرت معكم بالزيتون والجبن والزعتر، كيجيو حتى هما بنينين بواحد المذاق اخر. وكنتمنى ينال اعجابكم هذا الفيديو هذا وهاد الاطباق اللي شاركت معكم.